النسر طبعا ده الطير الوحيد اللي بيطير لمسافات عالية قوي 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 قوي. علشان يخلي البيت بتاعه لما يكبر يعرف يطير، بيعمل ايه؟ بيحط العش بتاعه اولا في منطقة صخرية على جبل، ويحط جوه العش زي حاجات تشكشك البيض لما يفقس. ليه؟ عشان مش عايزهم يقعدوا في مكان ياكلوا ويشربوا، لا عايزهم يطيروا. فالبيض اول ما يبتدي يكبر ويجي يطلع بره العش هيقع، هو بيبقى من تحت فارد جناحه كده زي السجادة علشان يلحقهم. بس في كتكوتة صغيرة تبقى ناصحة، تحاول ان هي يمكن تطير فتطير، وفي واحدة مسكينة على الله تفضل تصوت تصرخ تصرخ، بس في الاخر الام تلحقها. تقوم الام عاملة تاني نفس الموضوع، تطلعها على العش وتسمح لها بحاجات تشكها علشان اما تيجي تقع من على العش تجرب ان هي تطير. ولو ما عرفتش انها تطير برضو تلحقها، وتفضل الام تعيد وتزيد في نفس الامر. ليه؟ عايزة كل ولادها يطيروا. انتوا مش زي بقية العصافير اللي قاعدة على شجرة واللي قاعدة على نخلة، لا، انتوا مكانكوا عالي قوي، لازم تطيروا طول الوقت. هو الله بيبقى عايزنا كده، مش عايزك تفضل ماسك في الدنيا، مش عايزك تفضل مركز انك تكنز هنا وبتاكل وبتشرب وبتنام وبس وبتتجوز وبتخلف، لا، انت ليك هدف سماوي اجمل واسمى من كل اللي انت فيه ده. حلو انك تشتغل وتتجوز، بس مبقاش ده اللي انا ماسك فيه، مش دي حياتي، لا. انا من ورا كل الامور دي عايز اجري يا رب، عايز ابقى وسط الدقيقه انا طاير، انا عيني عليك، لان كده كده انت اللي ساندني بنعمه. فعشان كده انت لو فهمت الله عايز يعمل ايه من ورا التجربه، او من ورا المرض، او من ورا اي حاجه في حياتك، وفهمت ان كل ده هيقلب ليك، ساعتها تقول له يا رب اديني اكتر. لان هتبتدي تكتشف ان انت بتعرف تطير، وبتعرف عندك قدرات معينة انت ما كنتش عارفها. ليه؟ كانت العشة سليمة ما فيهاش اي حاجة، فاكل شارب نايم في نفس المكان.